5 نجوم هذول كانوا من اختيار الدكتور سلطان اللحياني، ويقول لنا ليش اختار هؤلاء الخمسة. أول شيء لقيمة اللاعب وتأثيره واستمرارية وثبات مستواه. نتكلم عن كابتن أحمد حجازي، شوف كيف حال الاتحاد دفاعيا قبل أحمد حجازي كيف، وكيف أصبح بعد أحمد حجازي. لا خلينا ناخذهم أول حاجة الخمسة. نعم الخمسة يا شباب، الخمسة. عشان يصير الكلام منظم. الأولا أحمد حجازي، أيوة، عبد الرزاق حمد الله، المغربي مراد باتنة، التونسي سعد بقير، والجزائري أمير سعيود. يعني 2 مغاربة، 1 جزائري، 1 مصري، وواحد تونسي، وأربعة منهم ب 32 سنة، والوحيد سعد بقير 28 سنة. طيب ناخذهم واحد واحد. نبدأ في أولا مع أحمد حجازي. أحمد حجازي أول شيء كقيمة، لاعب نادي الاتحاد السعودي. نعم، كقيمة وتأثير من حضور الاتحاد، كيف كان دفاع الاتحاد قبل أحمد حجازي وكيف أصبح بعد أحمد حجازي. والتميز هذا الموسم والموسم الماضي مو فقط في التأمين الدفاعي. أحمد حجازي في هذا الموسم تتكلم عن مسجل 3 أهداف كأكثر المدافعين تسجيلا، صانع هدف، حتى في صناعة الفرص صناعة 5 فرص من 20 مباراة. إذن دفاعيا مع أحمد حجازي الاتحاد الأعلى أو الأقوى دفاعيا، وكذلك حتى مسيرته كقيادة وكتأثير وكصنع تنظيم دفاعي. شرحيني مدافع زيه وسجل 3 أهداف. نعم نتكلم عن اللاعب بس للتوضيح عشان نوضح للناس برضه، بس يعتبر الأعلى مع شراحيل. طيب مع شراحيل إلا شطة، انتبه. من أكثر اللاعبين المميزين وتطور مستوى بصراحة أحمد شراحيلي في الفترة الأخيرة. هذا واحد. اللاعب الثاني المغربي عبد الرزاق حمد الله من حضور الدوري السعودي، وهو يقدم بصراحة أرقام كبيرة على مستوى التسجيل، أكثر اللاعبين حضورا في كل موسم كتسجيل، ونتكلم هداف الدوري من 20 مباراة على الرغم من إيقافه في أول مباراتين. فقيمته وتأثيره وصنع المنظومة الهجومية معه أصبح الاتحاد على المستوى الهجومي مرعب جدا، وهو بصراحة اللي كان يفتقد الاتحاد في مواسم سابقة. أخطر من روما هجوميا في كلاعب صندوق، من أخطر لاعبين الدوري، وأخطر من روما في عملية الإنهاء. طيب. هجوميا. هذا اللاعب الثاني. من اللاعب الثالث؟ المغربي مراد باتنة لاعب فريق الفتح. هذا اللي عليه العين. نعم هذا عليه العين. أعتقد أنه من أكثر اللاعبين تميزا، من أكثر اللاعبين مهارة، من أكثر اللاعبين لفريق الفتح صنع خطورة، بل بالعكس الجبهة اللي يلعب فيها مراد باتنة هي مصدر الخطورة الرئيسية في فريق الفتح. بصراحة أتكلم عن صناعة 4 أهداف، تسجيل 7 أهداف، حتى في صناعة الفرص في كل مباراة على الأقل فرصتين، صانع 20 فرصة في هذا الدوري، فتعطيك القيمة الكبيرة لهذا اللاعب والتأثير اللي يصنعه والثقة والشخصية اللي يمتلكها هذا اللاعب. مراد باتنا لو كان في فريق غير الفتح كان ممكن تكون فعاليته أكبر. نعم، حيكون حضوره أكثر وحيكون تأثيره أكبر، وتميزه أعتقد أنه حيعلى بشكل أكبر. اللاعب الرابع التونسي سعد بقير، أعتقد لاعب نادي أبها. لاعب نادي أبها من استقطابه والقيمة الكبيرة قبل استقطابه أعتقد أنها كانت واضحة، وتأثيره في كل موسم يوضح لك القيمة الكبيرة للهوية الهجومية اللي هو أساسها، هو مركزها في فريق أبها. تتكلم عن مساهم في 11 هدف من 35 لأبها، في صناعة الفرص من أكثر اللاعبين على مستوى دورينا، صانع 45 فرصة، فتعطيك القيمة الكبيرة لهذا اللاعب في هذا المركز. اللاعب الخامس كم عمره سعد؟ 28 سنة. هو يمكن أصغرهم. هو أصغرهم. أصغر اللاعبين. الأربع اللاعبين البقية ب 32 سنة، هو أصغرهم ب 28 سنة. أوكي. اللاعب الخامس. الخامس الجزائري أمير سعيود، في كل لاعب نادي الطائي. أعتقد أنه تأثيره وحضوره في كل محطاته كان واضح، وتحديدا في فريق الطائي من الموسم الماضي وهو يقدم أداء جدا مثالي على المستوى الهجومي، ومن أحد الركائز المهمة وأحد مفاتيح اللعبة الهجومية المهمة لفريق الطائي. نتكلم عن ساهم في 10 أهداف من 29 هدف، نتكلم عن ثلث أهداف الطائي خلفها هذا اللاعب اللي صنع هوية هجومية مع موسونا. أعتقد أنها صنعت هوية هجومية مميزة لفريق الطائي هجوميا، واستقطابه كان من نظرة خبير لفريق الطائي. يعطيك ألف عافية دكتور سلطان. خماسي عربي مهم، والتأكيد الدوري السعودي متوفر فيه الكثير من المواهب العربية والأسماء الدولية، طبعا على رأسهم كريستيانو رونالدو، هذا العلامة الدولية التاريخية الكبيرة التي أضافت بالتأكيد أضواء أكبر لدوري روشن السعودي في هذه المرحلة. شكرا لك دكتور سلطان. شكرا لك محمد الشيخ. شكرا أبو بدر. يعطيك العافية. شكرا أبو خالد صد غرب. شكرا يا ابو بدر، بس في كلمه لازم اضيفها لا يمكن تجاوزها. اللاعبين العرب الاجانب اللي ذكرهم الدكتور سلطان اغلبهم من دوريات اقل من الدوري السعودي. حمد الله من قطر، مراد باتنا من الامارات، امير سعيود من الجزائر، كلهم من دوريات وحجازي من الدوري السعودي. ليش نطيت؟ نوجه رساله
الدوري الانجليزي. وحجازي لا حجازي جاي من هناك، جاي من هناك. اذا مو كلهم. لكن انا اتكلم بدر يعني انا اقول لك مو كلهم، ولكن اقول لك اغلبهم. انه في انديه وبدر يقول لك لا ما تفكر في الدوريات هذه لانه ما يحصلوا فيها لعيبه، لا اميز اللعيبه اللي قدموا عندنا في الدوري السعودي ترى جايين من دوريات اقل منا. فانا اقول للانديه انتبهوا للدوريات هذه، فيها لعيبه يفيدوا في الدوري السعودي بشكل كبير. واضيف لهم يا ابو بدر فاروق شافعي في ضمك، مصطفى زغبه يقدمون مستويات كبيره مع ضمك وهم جايين من الدوري الجزائري. وفيصل فجر في الوحده. وفيصل فجر في الوحده. منير محمدي في الوحده. صحيح. فيصل فجر. شكرا لك ابو خالد. أبو بدر. يعطيكم العافيه. محمد الشيخ. شكرا جزيلا. يسمح لي بس الدكتور، ما تشوف انه طارق حامد ايضا له اثر كبير وكبير جدا في واقع الدفاع الاتحادي تحديدا؟ اكثر لاعب افتكاك للكره، الاتحاد ما دخل فيه الا 7 اجوال، يعني كل هذه تعزز دور طارق حامد. له دور كبير صحيح، ومستويات بصراحه يقدم مميز. يعطيكم العافيه. غدا موعد اخر، تمسوا على خير.